تتسارع سيارة كاديلاك ذهبية صدئة عبر الصحراء الشاسعة الحارقة. عبدول، وهو فيل أبيض، يقود السيارة وهو يرتدي قبعة مكسيكية كبيرة جدا. يجلس كريم، وهو فيل أزرق، بجانبه ويرتدي قبعة سومبريرو مماثلة. يقود عبد، وصدى ضحكاته يتردد في الكاديلاك. يا أخي، أقسم الجو هنا أحر من الشاورما في الفرن. يضحك كريم معجبا بالسيارة. صحيح، لكن انظر إلى السيارة، نحن ملوك الصحراء يا رجل. تتوقف سيارة كاديلاك فجأة في السوق الصاخب، مما يعطل الإيقاع اليومي بوصولها المفاجئ. عبد الكريم وعبد الخروج، البنادق الذهبية معلقة على أكتافهم بشكل عرضي، في إشارة إلى عاصفة وشيكة. يتطاير الهواء بترقب، بينما تملأ الموسيقى المكسيكية ذات النغمات العربية ساحة السوق، مما يخلق مشهدا مقلقا في تطور غريب. يبدأون بالرقص، حركاتهم بليه غريبة من الخطر والمرح. يقف حشد السوق متجمدا، وعيونهم متسعة من فرط الذهول. تنتشر الهمسات في أرجاء الحشد من هؤلاء الناس. هل هم جن؟ أفيال من أفلام ديزني؟ أم مهربون من كوكب آخر؟ داخل سيارة كاديلاك يتبادل عبد الكريم وكريم الباكيتا الغامضة مع السكان المحليين في صفقة صامتة مليئة بالتفاهم غير المعلن. يدوي الجزء الداخلي للسيارة بفرحة غير معلنة مع انتهاء الصفقة، مما يترك جميع الأطراف راضية تحت ضوء القمر الفضي. عبد الكريم وكريم يجوبان الصحراء المكسيكية الشاسعة بسيارة كاديلاك في خضم الامتداد المرصع بالنجوم. يتوقفون لتبادل الشاي، ويتردد صدى ضحكاتهم في سكون الليل. تشعل النكات أجواء الصحراء، بينما ينفجر عبد الكريم وعبد الضحك بصوت عال، وتخترق صداقتهما الصمت. تتسارع سيارة كاديلاك نحو الحدود المكسيكية الأمريكية، وعلى متنها عبد الكريم. يبدو على عبد الكريم وكريم التوتر وهما يقتربان من دورية الحدود. يتمكن عبد الكريم من عبور الحدود بفضل رشوة صغيرة. في خضم الفوضى النابضة بالحياة في تيخوانا، يخطو عبد الكريم إلى عالم يعجب الحياة. تسطع الشمس على الشوارع المزدحمة وتلقي بظلال طويلة، بينما يتحركون في عمق قلب المدينة. في خضم الدخان المتصاعد في حانة بتيخوانا، ينخرط عبد الكريم في لعبة بوكر محفوفة بالمخاطر مع مقامرين محليين متمرسين. يتشابك الحظ والمهارة، بينما يجمع عبد الكريم ثروة كبيرة وخصومهم يزدادون حذرا. عبد الكريم وعبد الله يسيران بسرعة عبر الصحراء المكسيكية الشاسعة في سيارتهما الكاديلاك. إنهم يغنون بصوت عال، وأصواتهم تتردد في جميع أنحاء المناظر الطبيعية القاحلة. تثير سيارة كاديلاك الغبار بينما يحتفل عبد الكريم بانتصارهما. تتوقف سيارة كاديلاك بالقرب من واحة جميلة في تناقض صارخ مع الصحراء المحيطة. ينغمس عبد الكريم في الماء البارد بحثا عن مهرب من حرارة الصحراء تحت ظل أشجار النخيل. يجد عبد الكريم وكريم العزاء والاسترخاء تحت الامتداد الشاسع لسماء الليل. يتشارك عبد الكريم وجبة هادئة بجانب نار المخيم. ترقص النيران بشراسة، وتلون رمال الصحراء بالظلال، بينما يتحدث عبد. نتحدث عن حياتنا وأحلامنا. يهز كريم رأسه موافقا، ويتردد صدى صوته مع شعور عبدول. نعم، نتحدث عن كل شيء تحت هذه السماء الشاسعة. في الصحراء المكسيكية الشاسعة تظهر عصابة من اللصوص وعزمهم على السرقة. عبد الكريم وعبد القادر يقفان بثبات ويرفضان الاستسلام للتهديد. يتطاير هواء الصحراء بينما يطلق عبد الكريم رشاشاتهما الذهبية، مما يدفع اللصوص إلى التراجع. تحت أشعة الشمس الحارقة يعبر عبد الكريم وكريم الصحراء المكسيكية الشاسعة، وتتمدد ظلالهما الطويلة عبر الكثبان الرملية. تظهر شخصية وحيدة في الأفق، طفل ضائع لا يتجاوز عمره 5 سنوات، يتجول بلا هدف، وتتردد أصداء بكائه الناعم في الفراغ. يقترب عبد الطفل
بصوته اللطيف: يا صغيري، هل أنت تائه؟ يجثو كريم على ركبتيه مقدما تطمينه: لا تقلق، سنساعدك في العثور على طريق العودة إلى منزلك. يعرض عبد الكريم وكريم على الطفل الماء، ولطفهما يهدئ مخاوف الطفل. تندفع سيارة كاديلاك عبر الصحراء المكسيكية الشاسعة وتثير الغبار في أعقابها. تتوقف سيارة كاديلاك في بلدة صغيرة نائية، ودعا عبد الكريم السكان المحليين، وكانت صورهما مرسومة على خلفية الشمس الغاربة: عبد الكريم وعبد المغادرة، وترك البلدة الصغيرة وراءهما. تندفع سيارة كاديلاك عبر الصحراء المكسيكية المقفرة، ويشكل وجودها تناقضاً صارخاً مع المناظر الطبيعية القاحلة. داخل السيارة المسرعة يملأ ضحك عبد الكريم الجو، سيمفونية من الفرح وسط الامتداد القاحل. ينضم كريم ويتردد صدى ضحكه مع ضحك عبد، مما يخلق لحظة من التخلي عن الهموم.